هجمه مرتده تحمل طابع الخطوره، اتحطت في الجنب اليمين، الانفراد صامويل وعبد الواحد، جون 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 جون، هدف مؤكد، هدف جديد، هدف وحيد، هدف سعيد للمحلوية كلهم، وخطأ جديد لدفاعات ونص ملعب نادي الزمالك. مش معقولة يا جماعة البينية اتعملت لصامويل، يلعب الزمالك للمرة الثانية على التسلل ولم يكن هناك تسلل. صامويل والله المرة دي شكلها فيها تسلل، الأولانية ما كانش فيها وعدها محمود عباس أو محمود عباس، والثانية تقريبا عودة من جديد إلى نقطة البداية والتعادل. شيكابالا عرضية ممتازة رأسية، هدف التعادل جاء، هدف التعادل جاء ولما لا، هدف التعادل جاء. محمود فتح الله تخصص غزل المحلة، واضح الجواب بيبان من عنوانه، والعنوان هجوم وضغط وتسديد وتألق ركنيات من جديد. إذا الركنية الخامسة كان فيها الفرج للزمالك، 5 وخميسة، والهدف جاء من ركنية شيكابالا ورأسية فتح الله. ولما كانت الدقيقة 17 أعزائي المشاهدين، نجح محمود فتح الله في العودة بالزمالك من جديد إلى نقطة البداية، ولتبدأ المباراة من جديد من الدقيقة 17 والتعادل 1 الزمالك 1 المحلة. إبراهيم مرزوق مقطوعة من شيكابالا، الفرصة موجودة، الفرصة موجودة، والهدف لا، حطها بافتراء عمرو زكي، حطها بافتراء عمرو زكي. المساعد أشار بهدف، المساعد أشار بهدف. إذا هدف التقدم للزمالك، خالد صبحي أشار بهدف. خلاص يا مرسي، طالما شاور لك خلاص يا مرسي، التسلل ما رفعش. نشوف اللعبة، نشوف التسديدة، هدف على مين؟ على مين يا راجل؟ يا إما مدي أوفسايد تسلل، لكن دي عمرها ما تكون جون، دي تسلل، اما تسلل او لا، لكن جون لا، مستحيل، جون مستحيل ابدا يا راجل، ده مستحيل. ده انت تبقى بص حضراتكم مفيش تسلل خلاص. نشوف اللعبه كده، ادي التسديده، ادي العارضه، نشوف نزلت فين. يا نهار ابيض يا راجل، ده انت لازم تعتزل التحكيم. انا متاسف جدا، المساعد اللي يدي دي جون يبطل تحكيم افضل، الا اذا كان مشاور على تسلل من البدايه، وبرضه يبقى قرار خطأ بنسبة 100%. خالد صبحي ومحمد عبد القادر مرسي، ادي تسديدة عمرو زكي، ده تطلع بره الجون بيرضى الراجل. لا ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش اخطاء المساعدين بالشكل ده. عموما هنشوف القرار النهائي ايه، هل ادى هدف ولا ادى تسلل، ولا محمد عبد القادر مرسي الغى، ولا خد رأي الحكم الرابع لانه عمرو شاطها بقوة. نشوف تاني، خلاص الإعادة شفناها بدل المرة 10 مرات، وشاط الحكم الرابع يتدخل. وخالد صبحي ايه القرار؟ قرار بيقول ايه؟ نشوف. خلاص اللعبة ما فيهاش جول. هتقول لي في العارضة من فوق، لو في بطن العارضة من اي حتة ما لهاش علاقة بالاهداف. نشوف القرار. خلاص يا عم المخرج كتر الف خيرك كمان، مع انه راجل جاب لنا الصورة حلوة قوي واللقطة حلوة قوي. ادي كرة من شيكابالا، احمد حسن الثالث جاي، الثالث واضح، الثالث ظاهر، الثالث باين. احمد حسن فتش يا باشا عن شيكابالا فين؟ شيكابالا هنا، شيكابالا مين؟ شيكابالا مرر لمين؟ لاحمد حسن، قاطع احمد حسن، دخل احمد حسن، سدد احمد حسن، سجل احمد حسن. ادي حسن خبرة السنين كلها وحطها على شمال الحارس سامح علي، تبقى النتيجة ثلاثية زملكاوية مقابل هدف وحيد للمحلوية. عمرو زكي يسجل، وبعديها ب3 دقايق بالظبط ينجح احمد حسن في تسجيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 31. انتظارك. بص حضراتكم تاني طويلة، استلم الراجل براحته، سجل براحته، الرابع جاء وعمرو زكي يسجل من جديد. بقول لكم شعار المحلة اللي انت عايز تعمله اعمله النهاردة يا زملكاوية، زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا، زي ما انتوا عايزين تسجلوا 4-1. اعتقد ان فيها لمسة يد على عمرو زكي، نشوف تاني، فيها لمسة يد تمام التمام على عمرو زكي، ومع ذلك الحكام في غيبوبة كاملة. ادي الايد الشمال والراجل واقف، لكن الحكم كمان في التوهان. تبقى النتيجة 4-1، 4 للزمالك 1 للمحلة. هدف للمحلة غير صحيح في البداية من تسلل واضح،
وهدفين للزمالك، هدف في العارضه وبره وحسبها خالد صبحي، وهدف بيد عمرو زكي. ميدو وعمرو زكي سابوها لميدو، هو نفسه يجيب جون، نفسه يجيب جون. عامة حتى لو ضاعت ما فيهاش أزمة لأن الزمالك متقدم ب4، لكن هو نفسه ياخد الثقة والجمهور نفسه ياخد الثقة. وميدو وسامح علي وضربة جزاء. هل نشاهد الهدف الخامس للزمالك؟ هل يصبح الهدف رقم 26؟ ميدو حلو، ميدو جون، ميدو سدد، ميدو سجل، ميدو يحتفل. بصوا حضراتكم مين اول واحد راح له؟ شيكابالا. شيكابالا قال له تعالى، خد معاه عمرو زكي، خد معاه ميدو، راحوا احتفلوا، راحوا فرحوا، راحوا راسوا، راحوا غنوا. اهو الراس هم فرحانين. بصوا حضراتكم الواد شيكابالا ده زملكاوي قوي، فرحان جدا بناديه، فرحان جدا بميدو، هو واخده عايز يحتفل بيه. ميدو زي ما يكون مكسوف شويه، قال لك الجون بنالتي والنتيجه 4، لكن الهدف هدف يا ميدو، وميدو يسجل الهدف الخامس للزمالك عشان يتقدم الزمالك 5-1. مطرح ما تسر تمري مفيش مشكله خالص. بصوا حضراتكم الراجل يروح انفراد، الراجل لو عايز يجيب جون يجيب جون، عرضيه فرصه هدف حسين حمدي اول لمسه. والله ما شفت المباراه قبل كده، لكنه الجواب باين من عنوان، والعنوان انهيار محلاوي وتفوق زملكاوي في النهايه في الامتار الاخيره. محمد عبد الشافي مشوار مدافع المحله قال له الله يخليك كمل اوصل روح سدد سجل. يا جماعه فين اجواننا؟ فين اجواننا؟ ميدو واجوان حسين حمدي تتحط على الشاشه. الزمالك يسجل الهدف السادس حسين حمدي. مباراه كلها مكاسب، كلها مكاسب لنادي الزمالك. ادي عبد الشافي نجم الشوط الثاني، عبد الشافي تقدر تقول رجل المباراه النهارده من نادي الزمالك. محمد عبد الشافي رقم 1 وشيكابالا